بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء قناة الزملكاوي الرياضية، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. دايما موجودين مع بعض، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يديم عليكم الأيام بخير إن شاء الله. رمضان كريم دخل علينا على الأبواب إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، يديم عليكم الأيام بخير إن شاء الله، كل سنة سعيدة عليكم بأمر الله. طلع أتكلم بس في موضوعين على السريع كده عشان ما أطولش عليكم. أول حاجة هتكلم عليها موضوع المنتخب مصر يعني. اول حاجه فيتوريا ده انت جبته قالوا حطيت له شرط جزائي 3 شهور مش عارف، ولبسته اللي هي حازم امام، ودلوقتي حازم امام بقى هو اللي ضيع المنتخب وهو اللي يلبس المنتخب في 3 شهور المدرب الاجنبي. يعني انا عايز اعرف، يعني هو حازم امام ده عضو مجلس اتحاد الكوره ولا حازم امام هو رئيس اتحاد الكوره؟ ما انا برضه عايز افهم يعني. ما انتوا ايه معنى ده؟ حازم امام جاب، هو اللي جاب فيتوريا، هو اللي لبسنا في 3 شهور وحط شرط جزائي، وطلع شويه عيال زي ابراهيم سعيد وزي في ابراهيم فايق وزي مش عارف مين يقول لك حازم امام بوظ وحازم امام عمل ومش عارف. هو محمد بركات يا اسطى مش في المنتخب ولا ايه؟ معلش يعني سؤال يعني. هو محمد بركات ده مش عضو مجلس اتحاد كوره مع حازم امام في المنتخب؟ هو ما فيش حد يجيب سيرته ليه؟ هو ماله حازم يعني؟ في ايه؟ انا مش فاهم ايه حوار حازم ده بجد يعني. وانت مين عشان تساوي نفسك بحازم امام يا ابني؟ او انت مين عشان انت تورط حازم امام في حاجه زي دي؟ بقى انت عايز تورط واحد دارس في ايطاليا، دارس يا راجل في ايطاليا، انت فاهم يعني، اداره اعمال في ايطاليا. انت عايز تيجي انت ابراهيم سعيد يلي روح يا عم ادفع فلوس مراتك يا عم وفلوس عيالك يا عم. انت جاي تعدل على حازم امام وبتقول حازم امام هو ضايع البلد ولابس البلد في 600 الف دولار؟ انت مالك يا عم؟ وانت هتحطهم من جيبك؟ ده انت بارد قوي يا عرس. طب ما تروح يا ابني تدفع النفقه بتاعت مراتك، رفع عليك قضيه. انت عليك 3 شهور حبس، يا حبسك يا ابن الوسخه. ابراهيم سعيد انت تقدر تتكلم على حازم؟ انت مجنون. الله يرحم ايام زمان، قسما بالله اقسم بالله اقسم بالله كنت بقابله وش لوش كده ابراهيم سعيد ده. فاهم؟ ابراهيم سعيد يا جدعان ده حازم امام، فوقوا يا جدعان. وحازم امام لما تطلعوا تتكلموا بادب، ده الامبراطور حازم امام. تيجي تقول لي وبعدين جبت مين؟ طب مشيت فيتوريا وحازم هو الغلطان، جبت حسام حسن. طب وربي اللي خلقني، بدايه النهايه للمنتخب هتبقى لقيت حسام حسن. وسجل الفيديو ده عندك اللي بتتابعني. بدايه النهايه للمنتخب وجود حسام حسن مدير فني للمنتخب. لا وبعدين ايه؟ يعني ماشي جبت حسام حسن، طب هات معاه جهاز اجنبي، هات حد يسنده. لا انت جايب مين؟ جايب ابراهيم حسن مدير كوره، وجايب وائل بدر اداري، وجايب مخطط احمال برازيلي، مع انا اسف، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى. سعفان الصغير يبقى مدرب حراس مرمى منتخب مصر؟ طب سعفان الصغير ما تقولش مسكوه مدرب حراس مرمى النادي الاسماعيلي، تقوم انت تمسكه مدرب حراس مرمى منتخب مصر؟ سعفان الصغير يمسك مدرب حراس مرمى منتخب مصر يا مؤمن؟ بدل ما تجيب مدرب اجنبي بتجيب صعبان الصغير. ايوه صعبان الصغير ولا اسمه ايه؟ ايه ده يا جدع؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ احنا رايحين على فين بالكوره؟ يا جدع فوقوا. المغرب رابع عالم، السعوديه كسبت الارجنتين. يا جدع فوقوا. سيبكم من نغمه الاهلي والزمالك يا اولاد الوسخه، البلد بتضيع والكوره بتضيع. انت طالع يا ابني من الدور الثمانيه في بطوله افريقيا. كوت ديفوار كانت بره البطوله بهدف، دخلت خدت البطوله. فوقوا. الكرة بتضيع وانتم ماسكين في حازم وفين بركات؟ انا يا جدعان حوار المنتخب ده مزودني ومضايقني، بس انا بقول لكم بداية النهاية لمنتخب مصر دي مش البداية، دي النهاية. تولي حسام حسن. وبداية الصدام ما بين محمد صلاح، تولي حسام حسن. وبداية الصدام ما بين لعيبة ياما، تولي حسام حسن. وهتشوفوا والايام هتفرق ما بيني وما بينكم، وهتبين الايام ما بيني وما بينكم. نيجي الحاجة التانية، حاجة صفقات الزمالك الله اكبر. قعدتوا تقولوا له يا حسين يا لبيب لو راجل هات لعيب. الراجل حاططكم في دماغه، راح جايب لكم عبد الله السعيد وجايب لكم احمد حمدي وجايب لكم ناصر ماهر. وتقريبا معلش تقريبا فتره انتقالات الصيف علي محمود الخطيب بالزمالك. مالهاش حل تاني. انتوا بتقولوا له يا حسين يا لبيب لو راجل هات لعيب. بلاش مع ده طيب. طب ده مش مرتضى منصور، ده بينفذ. ده مش بتاع كلام، ده مش بتاع صوت عالي، ده هينفذ. طب هو جاب 3 لعيبه من عندكم، ولو اتكلمتوا تاني خدها مني. محمد عبد المنعم ومحمد عبد القادر في الزمالك لو فتحتوا بقكم تاني. وبعدين ايه يصلح حوار ان انتوا جايبين عبد الله السعيد 38 سنه ولا 39 سنه؟ هو انا جايبه يتجوز امك؟ انت مالك يا اسطى؟ انت مالك يا ابن المتنكه 38 و39؟ انا جايب عبد الله السعيد لو 42 سنه، ده لو برجله واحده احسن لعيب في مصر. انت بتزود ليه يعني؟ محروق ليه يعني؟ ليه متاكل كده؟ ليه اكلك ليه؟ ها انت مالك؟ انا جايب 39 سنه ولا جايب 40 سنه؟ انا جايب لعيب كوره، انا مش جايب لعيب عشان سنه، انا جايب لعيب بيقدم في الملعب. عبد الله سعيد في الملعب لا زيه احسن من لعيب عنده 25 سنه. انا جايبه معلش يدخل على امك عشان تقول لي 39 سنه؟ انت مالك؟ انت جايبه بعد 39 سنه يلعب كوره ولا ما يلعبش؟ براحتنا يا عم.
وشيكابالا المنتهي وعبد الله السعيد، ما هم دول منتهيين. طبعا هتتفرجوا على شيكابالا وعبد الله السعيد المنتهيين. ها يا شناوي، حضر الزاويه الشمال بتاعتك لشيكابالا وحضر اليمين لعبد الله السعيد. انا خلصت كلامي. ان شاء الله هنطلع فيديوهات ان شاء الله الايام اللي جايه كتير بامر الله. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، سنه سعيده عليكم. وان شاء الله بامر الله بامر الله بامر الله نشوفكم في احسن حال ودايما على خير يا رب، وعلى طول مع بعض. شكرا. السلام عليكم.